بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الرابع من مراجعة نهائية للصف الرابع. السؤال 81 ولي اشترت رضوى لعبة بمبلغ 35.75 جنيه وكان معها مبلغ 100 جنيه، فكم يتبقى معها لأقرب جنيه؟ طيب عشان أحسب الباقي هنا يبقى أنا هطرح 100 جنيه اللي كانت معاها، هطرح منها ثمن اللعبة اللي هي اشترتها اللي هي 35.75 جنيه. طيب عشان أطرح عدد صحيح ناقص عدد عشري يبقى العدد الصحيح دوت هحط له علامة عشرية على يمينه. بعد كده اسوي الخانات بتاعتي. هنا عندي رقمين يبقى انا هحط صفرين عشان لما اجي اطرح خانات من نفس النوع. بكده انا مغيرتش حاجه في ال100 جنيه. ابدا اطرح صفر ناقص الخمسة مش هينفع استلف، يبقى هنا عندي صفر هنا صفر هنا صفر، يبقى انا هستلف الواحد ده، يبقى الواحد ده يبقى صفر. الاصفار دي كلها هتبقى 9 لان ده هتبقى 10 تسلف اللي جنبها واحد فتبقى 9، ده هيبقى 10 يسلف اللي جنبه واحد يبقى 9. بعد كده الصفر ده برضه هيبقى 10 يسلف اللي جنبه واحد يبقى 9، واول صفر خالص استلف هو اللي هيكون 10. هبدأ أطرح 10 ناقص الخمسة 5، 9 ناقص السبعة 2، العلامة جت أكتبها، 9 ناقص الخمسة 4، و9 ناقص التلاتة 6. يبقى الباقي معاها يبقى 64 صحيح و25 من 100، يعني 64 جنيه وربع. طيب قول لي قرب الكلام ده لأقرب جنيه. لأقرب جنيه عند أقرب واحدة. طيب فينا الأحد 4 على يمينها 2 مش هنزود حاجة، يبقى ال 64 دي هتفضل زي ما هي، يبقى تقريبا كده هيتبقى معاها 64 جنيه. 82 مديني عدد 83 صحيح و72 من 100، بقول لي قربوا لأقرب واحدة. الأحد هنا 3 على يمينها 7، 7 هتزودها 1 يبقى 3 هتبقى 4، واكتب ال8 زي ما هي، يبقى الكلام ده بيساوي تقريبا 84. 17 و3 على 7 عايز أقربها لأقرب واحدة. برضو الأحد هنا 7 على يمينها كسر، الكسر دوت هقارن ما بينه وما بين النص. لو كان أكبر من النص أو بيساوي النص يبقى أنا هزود واحد، لو كان أقل من النص مش هزود شيء. طب ال3 على 7 دي أكبر من النص ولا لأ؟ والله لو كان البسط ده أكبر أو بيساوي نص المقام يبقى في الحالة ديت هيبقى كده عدى النص أو أكبر من النص فأقدر أزود الواحد، إنما لو كان أقل من نص المقام يبقى مش هنزود شيء. هنا السبعة نصها 3 ونص، البسط 3 يبقى 3 على 7 كده الكسر ده كنت أقل من النص، أو إن أنا آخد ال3 على 7 وأقارن ما بينها وما بين النص. فاعمل المقص بتاعي 3 في 2 ب6 و7 في 1 ب7، يبقى كده 3 على 7 أقل من النص، يبقى هنا مش هنزود، يبقى يفضل ال17 دي زي ما هي، يبقى الكلام ده بيساوي 17 أو بيساوي تقريبا 17 صحيح. تشرق الشمس ليلا ده حدث نقول مستحيل، وهنا محدش يقول صفر. أقول صفر في حالة لو كان قال كلمة احتمال، يبقى الاحتمال الحدث المستحيل هو اللي بيساوي صفر، إنما الحدث ده نوعه إيه يبقى أكتب مستحيل. 85 بيقول لي سنة وشهران بيساوي كام شهر؟ طبعا السنة 12 شهر، وعندي هنا بيساوي كام شهر؟ يبقى أنا أقول له 14 شهر. السنة 12 شهر وكمان شهرين يبقوا 14 شهر. النص لتر كام ملي لتر؟ نقول له 500، لأن اللتر 1000 يبقى نصهم 500. مجموع جميع الاحتمالات الممكنة لأي تجربة عشوائية بيساوي 1 صحيح. يبقى مجموع جميع الاحتمالات الممكنة لأي تجربة عشوائية، زي مثلا تجربة إلقاء العملة المعدنية، لها احتمالين، يا إما احتمال تظهر الصورة يا احتمال تظهر الكتاب. دي الاحتمالات الممكنة اللي ممكن تظهر في التجربة دي. احتمال ظهور الصورة نص، احتمال ظهور الكتابة نص، يبقى نص زائد نص يساوي 1 صحيح. يبقى أي تجربة عشوائية مجموع الاحتمالات الممكنة فيها لازم تكون 1 صحيح. 88 إذا كان احتمال نجاح طالب 7 على 9 فإنها احتمال رسوب. طيب لو عندي اداني احتمال حدث ما وعايز هو احتمال عدم وقوع هذا الحدث يعني عكسه، يبقى أنا احتمال النجاح عايز منه احتمال الرسوب. هنا في الحالة ديت اخد احتمال النجاح اطرحه من الواحد الصحيح، لأن الطالب عشان يدخل امتحان يبقى احتمال إن هو حاجة من اتنين تحصل، يا ينجح يا إما يرسب. احتمال النجاح واحتمال الرسوب دي الاحتمالات الممكنة اللي احنا قلناه في النقطة اللي قبل كده، إن الاحتمالات دي لازم تبقى مجموعها 1 صحيح. فلما يدينا هو احتمال ما منهم بقيمة معينة وعايز أنا الاحتمال الآخر، يبقى أنا أطرح القيمة اللي ادهن دي من 1 الصحيح. فيبقى إذا كان احتمال النجاح 7 على 9 يبقى احتمال الرسوب يساوي 1 ناقص 7 على 9. طيب الواحد ده يعتبر 9 على 9، ويبقى 9 على 9 ناقص 7 على 9 يديني 2 على 9. عندي نمط عبارة عن 10 صحيح 9.6 9.2. عايز أكمل بنفس النمط، هشوف إيه اللي بيحصل عشان أقدر إن أنا أكمل النمط ده. من 10 ل 9.6 يبقى كده الأعداد قلت، يبقى إحنا كده يا إما طرحنا يا إما قسمنا. طيب من 10 ل 9.6 يبقى التفكير الأول اللي أنا أفكر فيه إن أنا طرحت. طب طرحت كام من 10 عشان توصل ل 9.6؟ فأطرح 10 ناقص 9.6 يطلع 4. طب 9.6 لما أطرح منها
4/10 تطلع 9.2، يبقى القاعدة إن أنا بطرح كل مرة 4/10. يبقى لو عايز أكمل يبقى أنا هاخد 9.2 دي أطرح منها 4/10، فأطرح طرح عادي خالص أهو. 2 ناقص 4 مش هينفع استلف، يبقى 9 دي 8 والاتنين هتبقى 12. 12 ناقص 4 8، العلامة جت أكتبها، والتسعة دي استلفنا منها 1 فبقت 8. 8 ناقص الصفر 8، فيبقى 8 صحيح و8/10. الخمس دقائق كام ثانية؟ يبقى أنا أضرب في 60، لأن الدقيقة 60 ثانية، فلما أحول من دقيقة إلى ثانية أضرب في 60. 5 في صفر بصفر، 5 في 6 ب30، يبقى ليه 300 ثانية. سؤال 91 بيقول لي 85/10 يساوي 8 زائد نقطة. طيب 85/10 يبقى طبعا عبارة عن 8.5. لما أقسم على 10 أحط علامة بعد رقم 1. طيب 8.5 بيساوي 8 زائد كام؟ أقول له 5 من 10. هنا بيقول لي اشترى التهجد صورة من الذهب وزنها 2 طن 10 جرامات 2 كيلو جرام 7000 جرام. يبقى طبعا هنا الصورة هتكون وزنها هيقاس بالجرام، مش هينفع يكون بالطن. يبقى 2 طن دوت طبعا ده ما تنفعش خالص، يبقى الاختيار ده اختيار خاطئ. طيب و10 جرامات وهنا 2 كيلو جرام، طبعا ما ينفعش برضه 2 كيلو جرام. 7000 جرام يعني 7 كيلو جرام، برضه ده اختيار خاطئ. يبقى طبعا الاختيار الأقرب هنا هو 10 جرامات. يبقى اشترى التهجد الصورة من الذهب وزنها نقول 10 جرامات. طيب رتب تصاعديا من الصغير للكبير. هنا 400 كيلو جرام، هنا نص طن، هنا 70,000 جرام. عشان اقدر ان انا ارتب يبقى لازم يكون الوحدات دي كلها من نفس النوع. طيب مديني كيلو جرام، مديني طن، مديني 70، مديني جرام. طيب هنا الاسهل ان انا اشتغل على الكيلو جرام. يبقى الكيلو جرام ده اسيبه. النص طن ده عبارة عن 500 كيلو جرام، وعندي 70,000 جرام احولها الى كيلو جرام بالقسم على 1000، اشيل 3 اصفار تبقى دي 70 كيلو جرام. يبقى هنا عندي 400 كيلو جرام، 500 كيلو جرام، 70 كيلو جرام. أصغر كمية هنا هي 70 كيلو جرام اللي هي كانت 70,000 جرام. يبقى ده أول الترتيب بتاعي. بعد كده 400 كيلو جرام، وبعد كده ال 500 كيلو جرام اللي هي النص طن. ده الترتيب التصاعدي بتاعي. برضه هرتب تصاعدي بيديني 750 سنتيمتر مكعب اللي هو الملي لتر، وهنا نص لتر، وهنا 8000 ملي لتر. يبقى ده ملي لتر وده برضو ملي لتر. يبقى انا احول بقى اللتر ده بالملي لتر عشان اقدر ان انا ارتب. فالنص لتر عباره عن 500 ملي لتر. اقدر كده بقى ارتب طالما الوحدات كلها بقت من نفس النوع. طيب ارتب تصاعدي هبدا بالصغير. يبقى هنا 750، هنا 500، هنا 8000. يبقى الاصغر هنا ال 500 ملي لتر اللي هو كان نص لتر. بعد كده ال 750 سنتيمتر مكعب، أكبر حاجة تبقى 8000 ملي لتر، دي أكبر كمية عندي. 95 بيقول لي رتب تصاعديا 300 دقيقة و36,000 ثانية و4 ساعات. طيب عشان أنا برضو أعرف إن أنا أرتب يبقى أنا لازم أحول الوحدات دي كلها إلى وحدة واحدة. طيب عندي دقيقة وعندي ثانية وعندي ساعات، يبقى هنا أخد الوحدة المتوسطة اللي هي الدقيقة وأحول كله إلى دقيقة. ممكن أحول كله إلى ثواني، ممكن أحول كله إلى ساعات، بس الأسهل هنا أو اللي أنا ممكن أعمله إن أنا أحول كله إلى دقائق. 300 دقيقة هسيبها زي ما هي. 36,000 ثانية أحولها عن طريق القسم على 60 إلى دقائق. هنا الصفر يروح مع صفر، يبقى عندي 36 على 6 فيها 6، وعندي صفرين أحطهم يبقى 600 دقيقة. ده عبارة عن 36,000 ثانية عبارة عن 600 دقيقة. هنا 300 دقيقة. الأربع ساعات أضربها في 60 عشان أحولها لدقائق. الساعة 60 دقيقة، يبقى هنا صفر و4 في 6 و24 دقيقة، يبقى 240 دقيقة. يبقى لما أرتب تصاعدي أبدأ بالصغير. يبقى أنا هبدأ هنا 300 600 240، يبقى 240 اللي هي 4 ساعات. ده بداية الترتيب بتاعي. بعد كده 300 دقيقة، بعد كده 36,000 ثانية. 14 يوما و4 أسابيع، دول كم أسبوع؟ عندنا 14 يوم بيبقوا أسبوعين، وعندي 4 أسابيع يبقى ده 6 أسابيع. اللتر تعريفه هو سعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعها 10 سنتيمتر وطول حرفه 10 سنتيمتر. ده تعريف اللتر لأنه هو نفسه ديسيمتر المكعب، وديسيمتر المكعب هو سعة عبوة على شكل مكعب طول حرفها 10 سنتيمتر. 3/4 الساعة و75 دقيقة. عايز أعرف من الأكبر. 3/4 الساعة، ربع ساعة 15 دقيقة، يبقى 3/4 عبارة عن 15 و15 و15 يعني 45 دقيقة. وهنا 75 دقيقة يبقى أحط علامة أصغر من. 5 أطنان و5000 جرام.
ملاحظ هنا ان ده طن وده جرام. الطن بيساوي 1000 كيلو جرام وبيساوي مليون جرام، يبقى الخمس اطنان دول لما احولهم الى جرام تبقى 5 مليون جرام. فال5 مليون جرام طبعا هيكونوا اكبر من ال5000 جرام. في ناس مش هتاخد بالها وتحول على طول من الطن للكيلو جرام وتفكر ان ده كيلو جرام، فطبعا هتحط علامة يساوي لان ال5 طن هتساوي 5000 كيلو جرام، فممكن يفكر ان هي يساوي يحط علامة يساوي، طبعا كده خاطئ. 9800 مللي لتر و9.8 لتر. لما احول من الملي لتر الى اللتر هقسم على 1000. لما اقسم هنا على 1000 هحط علامة بعد 3 ارقام، يبقى 9 صحيح و800 من 1000 كده لتر. طب هنا عندي 9.8 لتر، طبعا عشان هنا لتر وهنا لتر اقارن ما بين العددين نفسهم. الصح هنا 9 وهنا 9، الاجزاء عشان هنا رقم وهنا رقمين 3 ارقام، يبقى انا احط هنا صفرين عشان اساوي الخانات، فهنا هتلاقي العددين زي بعض فاحط علامة يساوي. 101 بيقول لي احتمال الحدث الممكن. كنت بتساوي، احنا عارفين الحدث المستحيل احتماله بيساوي 0، والحدث المؤكد احتماله بيساوي 1 صحيح. طب الحدث الممكن كنت بتكون كسر ما بين الصفر والواحد، يبقى احتمال الحدث الممكن بيكون اكبر من الصفر، اكتب هنا صفر، واقل من الواحد الصحيح. طيب عندي هنا 8 بطاقات مرقمة من 1 ل 8، فإن احتمال اختيار عدد أكبر من السبعة. طيب عندي 8 بطاقات، يبقى في الحالة دي أي احتمال هيسألني هنا هقول شرطة كسر وأعمل 8 اللي هو عدد البطاقات اللي عندي. طيب منهم كام بطاقة عليها عدد أكبر من السبعة؟ هو عدد واحد فقط اللي هو العدد 8، لأن البطاقات مرقمة من 1 لحد 8، فواحد أقل من السبعة، الاتنين أقل من السبعة، وهكذا. مش هلاقي أكبر من السبعة إلا بطاقة واحدة هي اللي عليها العدد 8، يبقى أكتب هنا 1 على 8. تلت ساعة 20 دقيقة، 4225 هقسمها على 10، يبقى أنا أحط علامة بعد رقم 1، وبعد كده أقرب لأقرب 100. المئات هنا الأربعة 5 من 10 ولا كأنها موجودة، الأربعة على يمينها 2 مش هتزودها حاجة، يبقى الأربعة تفضل زي ما هي، وهستبدل أحد العشرات بأصفار يبقى 400. القطر في المستطيل يقسمه إلى مثلثين متطابقين، ولكن القطر في المستطيل ليس خط تماثل. نعرف المعلومة دي إن المستطيل ملوش إلا خطين تماثل، ليسوا القطرين بيكونوا بيقسموا المستطيل إلى مثلثين متطابقين بس ما هوش خط تماثل. يبقى القطر في المستطيل يقسمه إلى مثلثين متطابقين ولكنه ليس خط تماثل له. كده انتهى الفيديو الرابع من المراجعة النهائية للصف الرابع.